تخيل أمة متفككة، الشام متقسمة لدويلات صغيرة بتضرب في بعضها، والصليبيين محتلين القدس ومدن الساحل وعاملين فيها ممالك قوية، والناس بدأت تفقد الأمل في النصر. وسط الضياع ده ظهر قائد ما كانش بيعرف النوم، كان عنده رؤية عالمية وقرار ملوش رجعة: لازم نوحد مصر والشام عشان نكسر الصليبيين. بطلنا ده ما كانش مجرد ملك بيقعد على العرش، ده كان بيحارب في الصفوف الأولى، وكان معروف بلقب الشهيد وهو لسه عايش من كتر حبه للشهادة وإقباله عليها. بطلنا ده هو اللي حط خطة الوحدة العبقرية، بدأ يجمع المدن السورية واحدة ورا التانية، مش بالسيف بس لكن بالعدل والمساواة. بنى المدارس والمستشفيات والمساجد لدرجة إن الناس كانت بتسيب بلادها وتروح تعيش في ظله. والمشهد الأسطوري في حياته هو لما أمر بصناعة منبر عظيم جدا لسه ملوش مسجد، ولما سألوه: بتعمل منبر لمين يا نور الدين؟ رد بيقين يهز الجبال: هذا منبر المسجد الأقصى، سنضعه هناك قريبا. المنبر ده هو اللي صلاح الدين نقله فعلا للقدس بعد كده ب20 سنة. بطلنا ما كانش بيخاف من حد، وفي معركة حارم واجه تحالف ضخم من الصليبيين وقدر يسحقهم ويؤسر كبار قادتهم. لكن عظمته الحقيقية كانت في أخلاقه. لما ملك الروم مات، الناس قالوا له: انتهز الفرصة واهجم. رد وقال: إنهم الآن في مصيبة ولا نغدر بهم، ودول أعدائه. كان زاهد جدا، بياكل من كسب إيده، ولما مراته اشتكت من الفقر قال لها: أنا مملكش غير 3 دكاكين في حمص، خدي فلوسهم، أما مال المسلمين فليس لي ولا لك منه شيء. قيل عنه إنه كان صلاح الدين قبل صلاح الدين، هو اللي بعت القائد أسد الدين شيركو وابن أخوه صلاح الدين لمصر عشان يضمها، وبكده قفل الكماش على الصليبيين. مات وهو بيحلم بصلاة في الأقصى، وساب وراه جيل متعلم مؤمن وقوي، هو اللي حرر الأرض بعد وفاته بسنين قليلة. والبطل ده هو الملك العادل نور الدين محمود زنكي. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.